وعجيب، يعني من كان بيته من زجاج كيف يرمي الناس بالحجارة؟ تفضلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. اللهم احينا على ما أحييت عليه محمد وآل محمد، وأمتنا على ما أمت عليه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قلنا بأنه القاعدة الأساسية أحبتي الكرام أنه ما من تهمة اتهم بها المخالفون لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اتهموا بها الشيعة إلا وكانوا هم أولى بتلك التهمة من الشيعة حقيقة. نعم، الإشكالية كما قلنا مرارا وتكرارا تكمن في مستوى الجهل الكارثي الذي يتمتع به قاطبة المسلمين غير الشيعة. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يطلعوا على الحقيقة الموضوعية المتوافرة والمتكاثرة في دائرة الأبعاد المصدرية في مصادر ومراجع أهل السنة والجماعة أو الوهابية بشكل عام. تجد بأن جملة ما قد اتهموا به الشيعة متوافر بشكل أكبر وأكثر بما لا يقاس في دائرة هؤلاء. من بين التهم كما تعرفون التي حاول البعض أن يرمي بها الشيعة مسألة الغلو، والقول بأن الشيعة من الغلاة ومن من يذهبون إلى مذاهب لا يمكن أن ترتقي إلى دائرة المسلمين، ومن هنا أخرجوا التشيع من دائرة الإسلام. وقرأنا في مستوى البحث الماضي ماذا ذكر الخطيب البغدادي، حيث أنه اتهم كون أن الشيعة أصلا ليسوا بمسلمين، وإنما هم من المكفرة الذين كفرهم قاطبة المسلمين مع الأسف الشديد. نعم. اليوم وصل بنا المقام إلى النموذج السابع عشر، يعني نحاول أيضا أن نذكر أعداد النماذج التي سوف نعمل إلى أن نتلوها أمام المتابع العزيز بحسب المصادر. اليوم وصلنا إلى النموذج السابع عشر في دائرة الغلو، ولا زلنا في دائرة أبي بكر وعمر. لم ننتقل بعد إلى التابعين، ولم ننتقل بعد التابعين إلى الأشخاص العلماء. جيد. وسوف ترون بأنه النماذج المرصودة في دائرة الغلو في دين أهل السنة والجماعة وفي دين الوهابية شيء كارثي كما يقال، لا يمكن بطبيعة الحال أن ينسب إلى دائرة الإسلام. في كتاب الجامع، جامع أحكام القرآن للقرطبي كما أيضا يظهر أمام المتابع العزيز، في كتاب الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المتوفى 671، وهو من المصادر المهمة جدا في الدائرة السنية، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الجزء الرابع عشر، مؤسسة الرسالة. جيد جدا. وتعالوا أحبتي إلى صفحة 423 لكي يبين لنا في سورة الحج المباركة ماذا يقول القرطبي في المقام. وأحبتي عندما نتحدث عن القرطبي فنحن لا نتحدث عن إنسان عادي، لا، أهل التخصص يعرفون تماما بأنه القرطبي في المقام يعتبر من الطبقة الأولى من المراجع ومن العلماء المتوافرين في دائرة المخالفين لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول في المقام: فألقى الشيطان في أمنيته في هذا القول. قال ابن عطية: وجاء عن ابن عباس، دقق معي فيما كان يقرأ من القرآن، نعم، أنه كان يقرأ في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. من أين جاء به؟ إلا ألقى الشيطان في أمنيته ولا محدث. من أين جاء بها؟ لأنه عمر، فلا بد أن يأتون بعمر. عمر مذكور في القرآن، علي بن أبي طالب غير مذكور في القرآن. لكن أحبتي عندما تأتي إلى عمر ماذا به؟ مذكور في القرآن الكريم، باعتبار أنه لا بد أن يذكر من؟ عمر. انظر: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث أو محدث، وفي الواقع محدث. لاحظت اختلاف بالقراءة يعني. جيد. نعم، باعتبار كون أن عمرا محدثا من قبل الله عز وجل. نعم.
ومن هنا كان ماذا؟ قسيم الرسول، قسيم رسول الله صلى الله عليه وآله باعتقاد هؤلاء. أولا أحبتي، الكارثة في كون أنه لا توجد في القرآن الكريم مثل هذه الآية. صحيح. وهذا مما يدلك على أن هؤلاء يؤمنون بأن لديهم قرآن غير موجود عند قرآن المسلمين. نعم نعم. لاحظ، هؤلاء يؤمنون بتعريف القرآن الكريم. لذلك في الواقع أنت عندما ذكرنا هذا الأمر بشكل مفصل، أنه أهل السنة مع الأسف من يؤمنون بتحريف القرآن الكريم، وذكرنا ذلك بشكل مفصل، وبينا بالأدلة القاطعة كيف أن أهل السنة والجماعة من يذهبون إلى تحريف القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو مما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا هذه الآية أين موجودة أحبتي؟ أين معنى قول الله عز وجل بما يدعون وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث؟ هذا أين؟ في هذا القرآن الموجود معنا الآن سماحة الشيخ غير موجودة. نعم. أقول ولذلك هم يقولون ماذا؟ نحن بين أمرين، أما أن ذاك القرآن الذي كان عند ابن عباس محرف، وأما أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ماذا به؟ محرف. والنتيجة هم يعتقدون بتحريف القرآن. لا يوجد حل ثالث في المقام بقضية تحريف القرآن الكريم، وهذا الذي أثبتناه بالأدلة القاطعة فيما مضى بالنسبة إلى مسألة تحريف القرآن الكريم، حيث أثبتنا بالأدلة القاطعة من أهل السنة من يقولون بتحريف القرآن الكريم. جيد. ذكره مسلم ابن القاسم وابن عبد الله، ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مسلم: فوجدنا المحدثين دققوا معتصمين بالنبوة على قراءة ابن عباس. طبعا معتصمين، ومن هنا يقولون بأن عمر ماذا به؟ محدث، معصوم. لاحظوا من هنا جاءت العصمة. طبعا باعتبار أنه أحبتي يأخذ هذا المحدث الذي عمر بن الخطاب في المقام، أيها الأحبة الكرام، يأخذ إذا صح التعبير كما ذكرنا في مستوى البحث الماضي عن الله عز وجل كما يأخذ الرسول وكما يأخذ النبي. جيد. لأنه نحن عندنا رسول وعندنا نبي. هم أضافوا ماذا؟ المحدث. نعم. فكما أن الرسول يأخذ عن الله عز وجل، جيد، لأنه بعض رسول وليس بنبي. جيد. كما على سبيل المثال في دائرة جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو رسول الله وليس بنبي. وهناك من هو رسول ونبي كالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله. نعم. فهو رسول من جهة ونبي كذلك من جهة أخرى. وعندنا أنبياء وليسوا برسل. جيد. عندنا أنبياء ولكن ليسوا برسل. ما شأن هؤلاء الأنبياء الذين هم ليسوا برسل؟ يكونون تحت شريعة من قبلهم من الرسل. يعني الرسول أعم يكون، بمعنى آخر بأنهم يأمدون إلى أن يأخذوا بشريعة الرسل الذين من قبلهم. كما في أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يأخذون بشريعة موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد جدا. نعم. وعندنا هنا أضافوا المحدث. فباعتبار أنه أنت عندما تأتي إلى عمر لا هو رسول ولا هو نبي، ولكن أيضا هم يريدون له مقام بأن يأخذ عن الله عز وجل من دون أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك في الواقع هم جعلوا عمر قسيما لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف؟ لأنه قرأنا لكم وسوف نقرأ لكم بأنه كم الموارد التي خاصم فيها عمر بن الخطاب رسول الله فخصمه. ليس مورد وموردين وثلاثة، سوف نأتي أحبتي. كثير يعني. جيد. وهذا يعني في الواقع أن هؤلاء يعتقدون بأن عمر بن الخطاب هو قسيم رسول الله في النبوة وفي الرسالة، وأنه يأخذ عن الله عز وجل بشكل مباشر لا يحتاج فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بل أن هؤلاء يعتقدون بأن ما كان عند عمر بن الخطاب خير مما عند رسول الله صلى الله عليه وآله. بدليل أنه كم هي الموارد التي كنا قد ذكرناها والتي أيضا سوف يأتي ذكرها بعد ذلك، والتي وجد فيها العمر الإسلام الحقيقي من قبيل أنه كان يأمر بالحجاب
ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يأمر بالحجاب. جيد. نجد أن عمر بن الخطاب على سبيل المثال كان قد ذكر مسألة طلاق النساء في حين أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يطلقهن، فاستجاب الله لدعاء من؟ لدعاء عمر بن الخطاب. جيد. وكثيرة هي البوارد أحبتي التي سوف نقف عليها، والتي نصر الله سبحانه وتعالى رسوله عمر بن الخطاب ولم ينصر رسوله محمد صلى الله عليه وآله. جيد. يقول فوجدنا المحدثين في المقام معتصمين بالنبوة على قراءة ابن عباس. لماذا؟ يقول لأنهم تكلموا بأمور عالية من أنباء الغيب، من خطرات، يعني خطرت على قلوبهم نزلت على قلوبهم. من أنزلها؟ جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام أو الملائكة. ونطقوا بالحكمة الباطنية، ثم فأصابوا فيما تكلموا، دقق، وأعصموا فيما نطقوا، من قبيل من؟ كعمر بن الخطاب في قصة السارية التي سوف يأتي بعد ذلك تفصيلها، لأنه يعني تحتاج إلى حلقات وليست إلى حلقة. وما تكلم به من؟ عمر بن الخطاب من البراهين العالية التي في الواقع ماذا؟ التي صعق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما قلنا تقدم فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أحبتي الخلاصة من هذا الكلام الذي ينقله لنا القرطبي، أولا بأن عمر بن الخطاب في الواقع هو قسيم للرسل وللأنبياء، فكما أن الرسل يأخذون عن الله عز وجل بشكل مباشر، وكما أن الأنبياء يأخذون عن الله عز وجل، عمر كان أيضا يأخذ عن الله عز وجل بشكل مباشر. وهذا الذي نطق به ابن تيمية على ما تقدم في مستوى البحث الماضي، ولا نريد أن نكرر أو نعيد. هذا يعني عمر يعني وثانيا نجد بأنه عمر معصوم. فوجدنا المحدثين معتصمين بالنبوة، هؤلاء كما يقال باعتبار أن المحدث على ما يقولون هم له من العصمة ما للنبوة. جيد. وبالتالي تجد بأن عمر بن الخطاب أيضا كان ماذا به؟ معصوم. طبعا عندما يكون معصوم يكون المفترض الطاعة. نعم. لأنه أنت عندما تجد إنسانا معصوما وقد أمرك بأمر أو نهاك بنهي، وجب عليك أن ماذا؟ أن تأخذ به. لماذا؟ لأنك إن لم تأخذ به لم تعصم. المفروض أن العصمة مع من؟ مع ذاك الذي يقول بأنه أنا معتصم، فعليك أن تأخذ بما قال من الواجب أو بما نهى من المحرم. سبحان الله. جيد. فنجد بأنه عمر بن الخطاب بالإضافة إلى كونه معتصما أو معصوما أيضا هو مفترض الطاعة. جيد. وله من الحكمة الباطنية ما له كذلك. جيد. وله من الحكمة الباطنية ما له. ولذلك تجد بأنه كما قلنا في موارد كثيرة تجد بأن الغلبة كانت لعمر بن الخطاب على النبي رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن من العجيب أيها الأحبة، أنت عندما تأتي إلى هذا الفتح الكبير عمر بن الخطاب لا تجد له كلاما في البلاغة أبدا. نتعدى أنه يأتون بسطرين أو سطر واحد من بلاغة عمر بن الخطاب في قبال ماذا؟ بلاغة مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو حتى دعاء يعني سماحة الشيخ. سوف نأتي أو نأتي إلى تفسير فسره عمر لم يفسره أحد. سمعتم، قرأتم، رأيتم، تباحثتم مع شخص وقال لكم بأنه هذا تفسير جاء به عمر ولم يأتي به أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. ما لا بد أن يكون لهذا الفتح للنحرير أيضا من الحديث ما ليس لغيره. وما سمعنا بأنه عمر بن الخطاب ماذا؟ حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد جدا. هل ترى بأنه على سبيل المثال كانت له من المكاشفات الباطنية ما ليس لغيره؟ جيد. هذه الطرق الصوفية الآن أحبتي انظروا، يعني البعض لا يعلم أنه أنت عندما تأتي إلى الصوفية بين قوسين الآن في العالم الإسلامي نعم. تعدوا 500 مليون. 500 مليون أكثر. أكثر. لأنه أحبتي أنت عندما تأتي إلى الصوفية تجد بأنه الحاضرة الصوفية موجودة بشكل قوي في تركيا، بشكل قوي في إيران، بشكل قوي أين؟ في شمال العراق وفي بعض مناطق العراق.
نعم. الصوفية بشكل قوي موجودة في سوريا. صحيح. الصوفية موجودة بشكل قوي أين؟ في المغرب العربي، خاصة المغرب العربي معروفة بالصوفية. نعم. بشكل غير طبيعي، سواء كان في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في الأندلس، المنطقة الأندلسية، إشبيلية أيضا وتلك المناطق. لا يعني تجد بأنه الحاضرة الصوفية حاضرة قوية جدا، وأيضا في شمال أفريقيا والدول الأفريقية بشكل عام. أيضا عندما تأتي إلى مصر، وما أدراك ما مصر والتصوف، تجد بأن الحاضرة الصوفية حاضرة قوية جدا. حتى في بلدان افريقيه سمحت الشيخ. نعم، في بلدان افريقيه كثير. اقول انا ذكرت الان انه انت عندما تاتي الى الدول العربيه شمال افريقيا، اقول تجد بانه الحاضره الصوفيه حاضره قويه جدا. نعم، عندما تاتي الى الخليج، مع الاحترام طبعا انا لا اريد ان اقول، لكن الخليج بشكل عام يعرف انهم اجلاف، ليسوا اهل التصوف، لا علاقه لهم بالتصوف. انا اتحدث عن الواقع السني، مو الواقع الشيعي، أتحدث عن الواقع السني. الواقع الجغرافي المتوافر في دائرة الخليج منع منهم أن يكونوا أهل تصوف وأهل رقة وأهل نعومة. هؤلاء أهل ماذا؟ تخشن. لاحظ، ولذلك أنت عندما تأتي إلى الوهابية على سبيل المثال في السعودية، لا تجد إلا أنهم ماذا؟ جلف أجلاف واقعا. كما هي صفات من؟ عمر بن الخطاب المعروف كان جلفا، أنه كان جلفا. نعم. هذه من الصفات المعروفة في عمر بن الخطاب، أنه كان جلف جاف، جلف جاف. وهذه عين صفات الوهابي. الوهابي جلف جاف، لا تجد عنده لا رقة ولا رحمة ولا رأفة ولا تفاهم ولا استفهام أبدا. تجد أنه مع الاحترام بين قوسين دائما ماذا به هنا؟ مقفول، لا يوجد عنده مستوى من التفكير. جيد جدا. أقول عندما تأتي أنت إلى دائرة التصوف، في جملة إذا صح التعبير مذاهب التصوف، لأنه مذاهب التصوف كما تعرفون كثيرة. نعم. هناك مدارس متعددة في دائرة التصوف، سواء كانت مدرسة ابن عربي أو مدرسة ابن الفارض المصري أو المدرسة الكزازانية، مدارس كثيرة جدا في دائرة التصوف لا نريد أن نتطرق لذلك. كلها تنسب نفسها إلى علي بن أبي طالب، وكلها تأخذ البعد الباطني عن من؟ عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لم نسمع مدرسة واحدة قالت أنا أخذت من عمر بن الخطاب أبدا، ولا يذكرون عمر بن الخطاب ولا علاقة لهم بعمر بن الخطاب، لا من قريب ولا من بعيد. كل المدارس الآن أنت التي إذا صح التعبير دخلت إليها في إذا صح التعبير طبقاتها الصوفية، طبقات الصوفية، وجدت أنها تنتهي إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد. ولذلك الصوفية يقولون ماذا؟ بالولاية الباطنية لعلي وآل علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان يؤمنون أيضا بماذا؟ بالولاية الظاهرية للحكام. لذلك هم يقسمون الولاية إلى قسمين، قسم ظاهري الذي يمثله الولاة، جيد، وقسم باطني وهو والدائرة الباطنية محصورة بماذا؟ بعلي وأولاد الزهراء بالخصوص، بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام والزهراء وأولاد الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. جيد. وهم يقولون بأنه الولاية الظاهرية ولاية منتفاة لا نستحكم إليها إلا في زمانها. نعم. جيد. يعني في زمان أبي بكر، زمان أبي بكر، بعد أن انتهى خلاص، ثم ننتقل إلى عمر، انتهى زمان عمر خلاص، بعد ذلك ماذا؟ إلى أن نعود الآن في هذه الأزمنة. من هو حاكم الزمان ما عندنا مشكلة فيه. جيد. لكن عندما ينتهي لا قيمة له، لا نعود إليه بشيء. لا قيمة له، لا قيمة له، لا قيمة له. جيد. لكن أنت عندما تأتي إلى الولاية الباطنية لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد بأن ولاية مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ولاية مستحكمة عند هؤلاء. جيد. هنا عندما يكذبون علينا يقول ونطقوا بالحكمة الباطنية، انظر إلى العبارة، ونطقوا، يعني عمر بن الخطاب كان ممن ينطق بالحكمة الباطنية، ما رأينا ولا شهدوا ولا علموا. هذه أحبتي الآن لسنا في مستوى الدفاع عن الطرق الصوفية، لسنا بهذا الصدد، ولكن هل سمعتم، هل قرأتم، هل رأيتم
هل إذا صح التعبير باحثتم أهل الطرق الصوفية والعرفانية والباطنية وما شاكل ذلك فقالوا لكم أننا نأخذ عن من؟ عن عمر بن الخطاب، والله ولا يذكرونه، ولا قيمة لعمر بن الخطاب عند هؤلاء. ولذلك تجد بأنه الوهابية اتخذوا من التصوف أو اتخذوا من العرفان ماذا؟ عدوا أول لهم. نعم. جيد. بل جملة إذا صح التعبير، يعني أنا نتيجة المطالعات لم أجد أن شخصا قد كفر كما كفر ابن عربي وابن الفارض المصري. جيد. يعني تقريبا أن عدد أولئك الذين كفروا ابن عربي أكثر من 155 من علماء أهل السنة وخاصة الوهابي. لماذا؟ لأنه كان ينطق بمنطق علي وآل علي عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم في المقام أقول هذا الذي يقولونه في المقام في كون أن عمر محدث من قبل الله عز وجل، في كون أن عمر كان له منطق باطني، في كون أن عمر بن الخطاب كان من المعصوم، يا عزيزي ما رأينا له آثار. هذا فقط تكذبون به على من؟ هل رأيتم في البلاغة شيء لعمر؟ لا. أبدا ما رأينا. هل رأيتم في التفسير شيء لعمر؟ لا. هل رأيتم في علوم القرآن مطلق علوم القرآن الكريم هل رأيتم شيئا لعمر؟ لا. هل رأيتم في علم الحديث شيء لعمر؟ لا. هل رأيتم على سبيل المثال في جملة علوم الإسلام شيء لعمر؟ لا يا عزيزي، ما رأينا شيء. إذا كان عندكم شيء تفضلوا به علينا. هل رأيتم أن هناك أدعية لعمر بن الخطاب كان يدعو بها لا توجد في دائرة المسلمين؟ لا. لكن تعالوا إلى مولانا الأعظم أمير المؤمنين سلام الله تعالى ولاحظوا ما عنده. من يمكن أن يقايسه في دائرة البلاغة؟ لا أحد إلا مولانا رسول الله، ولا مقايسة. لماذا؟ لأنه نفس رسول الله، ولا مقايسة بين المرء ونفسه. جيد. عندما تأتي إلى مساحة القرآن الكريم كل أهل القرآن ينسبون أنفسهم إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في جملة علوم القرآن. جيد. تأتي إلى علم الحديث تجد بأن الحديث كل الحديث أين؟ في دائرة علي وآل علي. هذه المصنفات الموجودة الآن في مستوى دائرة بحار الأنوار 110 جلد 110 جزء كلها عن علي وآل علي. هسه فيها ما هو غث وفيها ما هو صحيح وسمين، لكن بالنتيجة أين من أين؟ أنت الآن إذا جمعت كل المجلدات الستة ما يسمى بالصحاح الستة لا تصل إلى الكافي فقط، لا يصل عددها 16,000 فقط الكافي، لا نذهب إلى التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. جيد. فعلم الحديث عند دائرة أهل البيت لا مقايسة له مع ماذا؟ مع ما نقل فيما يسمى بالصحاح الستة. عندما تأتي كما قلنا للعلوم الباطنية لمولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لا مقايسة في المقام. إذن أقول هذا الغلو الكارثي الذي تنسبونه إلى عمر بن الخطاب أين آثاره؟ نحن عندما نقول بأن عليا كذا وكذا هذا له واقعية. الآن 500 مليون سني صوفي بين قوسين، 500 مليون سني صوفي بين قوسين لا علاقة لهم بالتشيع، كلهم ينسبون أنفسهم إلى من؟ إلى مولانا أمير المؤمنين سلام الله. قل لهم أنهم من هو صاحب الولاية فيكم؟ يقولون علي وآل علي. الأقطاب الذين لهم وهم 12 قطب. جيد. من هم الأقطاب؟ علي وآل علي. جيد. لا علاقة لهم بماذا؟ بما يسمى بالخلافة الظاهرة. هذا إذا دلك على شيء دلك على ماذا؟ على أن مستوى مساحة التأصيل المتوافرة في دائرة مولانا أمير المؤمنين حقيقية ولها آثار واقعية. جيد. لكن عندما تأتي إلى مستوى التأصيل الذي يدعى في المقام في دائرة الغلو لمثل عمر أنه محدث وأنه معصوم وأنه صاحب حكمة باطنية، هذا لا على مستوى التأصيل حقيقي ولا على مستوى الآثار له آثار. إذا هو كذب وابتداع يكون سمحت. واقعا يتبين هنا كما قلت أن هؤلاء أرادوا في المقام أيها الأحبة الكرام أن يصنعوا رمزية في قبال رمزية مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. هذا النموذج 17. تفضل. أحسنتم سماحة الشيخ. الآن حان وقت الفاصل أحبتي الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. حياكم الله مجددا أحبتي. نكمل على بركة الله ونفتح أمامكم باب الاتصال والأرقام تظهر في أسفل الشاشة. إذا أحبتي كما تابعتم بأن عمر معصوم بنص قرآني محرف لم نجد له واقع الآن، لا يوجد هذا النص الآن أو الآية المباركة غير موجودة.
وهي في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. أين هذه الآية الآن؟ هل يقرأها أحد من المسلمين؟ طيب. وعمر أيضا قسيم رسول الله في النبوة وفي الرسالة، وكان ينطق بالحكمة الباطنية، ولكن هذه أي الحكمة الباطنية كذلك لم نراها، لم نسمع بها، لم نجد لها دليل. فمن أين تأتي هذه الصفات وهذه الكرامات الكبيرة لعمر؟ لإكمال الحديث حول هذا الموضوع أحبتي أرحب مجددا بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبياكم وتقبل الله طاعتكم. طيب، أنا كان لدي سؤال طبعا، يعني هم يفضلون عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم يعني بحسب المعطيات عندهم عمر أفضل من النبي، نعم. أعلم وأفهم من النبي. نعم. طيب هنا سؤال، لماذا الله لم يرسل عمر؟ لماذا وما أرسلناك إلا رحمة؟ لماذا لم تنزل سورة باسم عمر؟ لماذا نزلت سورة باسم محمد؟ يعني هو محمد رسول الله. بالنتيجة المحصلة أعتقد أنهم يعتقدون في كون أن الله قد اشتبه، حتى هذا كذلك، وكان المفروض عليه أن يبعث عمر بن الخطاب رسولا له وليس وليس رسولا له. وهسه الآن تقول شيخنا هذا الكلام لا دليل عليه. نحن ذكرنا جملة من الأدلة السابقة، والآن في النموذج 18 من نماذج الغلو التي سوف تبين حقيقة ما أقول، بأن هؤلاء يعتقدون بأن الرسول الحقيقي هو عمر بن الخطاب وليس محمد بن عبد الله صلوات الله تعالى عليه. أحبتي في بغية الرائد، لاحظوا نحن نعطي مصادر، لا نتكلم إذا صح التعبير من الجيب، هذه العنديات والجيبيات لا نتكلم بها. نحن الحمد لله أهل علم وأهل فقه وأهل تحقيق، ونعمد إلى إخراج المصادر أمام المتابع العزيز. نحن في النموذج 18 من نماذج الغلو في أبي بكر وعمر، وبعد ذلك سوف ننتقل إلى التابعين وإلى العلماء. في كتاب بغية الرائد، الكتاب لو تسمح لنا سماحة الشيخ. العفو منكم. نعم، الأخ مخلص فياض. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولضيفكم الكريم أسد من أسود شيعة علي بن أبي طالب الشيخ أحمد الجعفري، ووفقكم الله على هذه البرامج القيمة والمفيدة. طبعا هم أقوى شخصيتين عندهم ومدحوها هم عمر وعائشة. نتمنى من يخلص بحثك عن عمر وابو بكر وعثمان تنتقل لنا الى نساء النبي وخاصه عائشه. لا هو قادم يعني في دائره الغلو سوف نذكر عائشه، لانه نحن نتحدث عن الغلو بشكل عام، من ضمن دائره الغلو عائشه، هذا سوف ياتي فيه الحديث ان شاء الله. لانهم اقوى شخصيتين عندهم هذول، قد ما ساءوا للنبي هم يقدسون كل شخصيه تسيء للنبي والامير المؤمنين يحبونها اكثر. طبعا هو حتى الخليفه عمر بن الخطاب الآن إذا عاد الحياة وخرج من قبره أنا متأكد يشبع. نعم. بالعراق يقول والله هاي الفضائل ما موجودة بيها، يعني هاي مين إجت ما أعرف، كلها ما موجودة. طبعا هو وفعلا هو ملهم أو يقولون اللي نزل عليه الوحي هو طبعا معصوم من الفضائل، بس الشغلات الأخرى لا هو جامعها يعني. فنتمنى أيضا التركيز على شخصية عمر وشخصية عائشة، هذا اللي نتمناه. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا أخ مخلص، جزاك الله خير. نعم سماحة الشيخ. نحن قلنا وذكرنا أحبتي بأنه الدولة الأموية أرادت إسقاط دائرة التشيع أو التخفيف من وطأتها من خلال رمزيتين مهمتين في المقام، وهما رمزية مولانا أمير المؤمنين فجاءوا بعمر بن الخطاب في قباله، ورمزية مولاتنا العظمى حجة الحجج الزهراء صلوات الله تعالى عليها فجاءوا بعائشة. لاحظ هاتان الرمزيتان في الدائرة السنية هي اختراع، مجرد ابتكار لا واقعية لها، وإلا عمر بن الخطاب الذي يتحدثون عنه لا واقع له ولا وجود له بمستوى ما كان قد طرح. أقول في كتاب بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. العفو منكم سماحة الشيخ. قبل البداية كذلك الأخ حسين من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسين الكريم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سؤالي للشيخ لو سمحتم أخذ من وقتكم. تفضل. بدي أسأل الشيخ عن آخر سورة الجمعة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة
صدق الله العلي العظيم. فتفسير هالآية هيدي إنه طلعوا على تجارة لبرا ما بقي إلا 12 شخص. فهل مذكور عنا مين هال12 اللي بقيوا ومين اللي فل؟ طيب شكرا أخ حسين، وصلت سؤالك، وصلت. نعم شكرا. حياك الله أخي العزيز حسين. طبعا السؤال خارج عن موضوع لا سوف نجيب في آخر البحث. نعم هو سوف نجيب. هي الآية طبعا تذم في مقام ذم وليست في مقام مدح. طبعا نعم الآية سوف تبين وتكشف حقيقة هؤلاء الصحابة الذين اخترعوهم. نعم. أقول في كتاب بغية طبعا من أهم أولئك الذين تركوا الرسول صلى الله عليه وآله قائما هو عمر بن الخطاب. ولذلك عمر بن الخطاب بعد ذلك حتى لا يضطر للصلاة مع النبي ويحرج ماذا فعل؟ اتخذ بيتا خارج المدينة. بعد هذه الآية، وهذه الآية أحرجت عمر بن الخطاب ونكلت به وبينت وفضحته على رؤوس الأشهاد، لأنه تركوه قائما وذهبوا إلى ماذا؟ إلى التجارة. بعد أن دخلت التجارة إلى المدينة وقالوا لهم بأن هناك تجار قد دخلوا إلى المدينة، فعمدوا إلى ترك الرسول صلى الله عليه وآله. وهذه يعني آية واضحة تذم مسألة ما يسمى بالصحابة. فاضطر عمر بن الخطاب أن ماذا يفعل؟ بأنه يتخذ بيتا خارج المدينة حتى لا يضطر لأن يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله ويحرج. ومع ذلك ترك جاسوسا له في المدينة يراقب له أحوال النبي ويلتقي به، وهذا الذي ذكره في البخاري. سوف نأتي عليه، سوف نأتي إن شاء الله عليه. نعم اتصال هاتفي آخر، الأخ رياض من تركيا. السلام عليكم.